بقول لك يا اسطى، هي تجميعة اللوحة هنا ولا بره؟ ما التجميع قدامك يا اسطى في اللوح، اجي اوريها لك. ما بالراحة يا اسطى انور، مش كده، ده كان سؤالي يعني. طب اشتغل يا اخويا اشتغل. انا مش هقعد الف عليك واجيبك من هنا ومن هنا، والناس الصناعيه الكهربائيه شغالين جوه. انا اتصلت بواحد مستني يجيب لهم طلبات، وانا مش لاقي ابني اللي بعمل له في شقته. يابا انا كنت في مشوار يابا، بالظبط ما كملتش. مشوار ايه يا عم وزفت ايه؟ اعمل ايه في حظي؟ انا هدني قاعد جنب البيت انا عشانهم. خلاص يابا، لا انا اللي اقعد قصادهم طب يابا. خش يلا من غير كلام. يا عم اظبط من عندك بقى. السلام عليكم. صدر لا نهار استانور. وعليك يابا. ناقصكوا اي حاجه؟ شويه ميه بس، شويه ميه تبل ريقنا كده معلش. انا ايه؟ بقول لك يا استاذ قبل ما تمشي لو سمحت عايزك في كلمتين. عايز بقى يا محمود، انت في حاجه ناقصاك؟ ما انت كل حاجتك عندك يا عم، السلك والمفاتيح. هتقدر يا عم انور بقى، وخد نايبك صبر يا اسطى. هو مش ده العريس ودي شقته، يعني احنا شغالين عنده. امال ايه يا عم؟ يعني ولا كوبايه شاي ولا شويه حاجه ساقعه ولا لقمه؟ ده احنا بنروح عند ناس كتير فطار وغدا وعشاء وبيجيبوا لي جلاش. امال ايه يا عم؟ انت مش فرحان بالفرح ولا ايه؟ والله انا فرحان، بس اللي انت تطلبه عينيا ليك. اديني بالظبط نص ساعه هتلاقي اللي انت عايزه كله، هتلاقي جاي لك هنا. ايوه كده يا عم، دور نفسك كده. اي حاجه تانية قبل ما امشي؟ حبيبي يا هندسه. ماشي يا ريس. اسمك كريم ايه؟ محمد. ماشي يا ابو حميد. ماشي يا علي. بقول لك يا ابني، شوف انا بس بق الميه اللي قلت لك عليه ما تجيبش حاجه. يا محمود في ايه؟ ايه اللي فيه يا عم انور؟ انا طلبت حاجه غلط لا سمح الله؟ اما تعوز تطلب حاجه اطلبها مني، انت بتقول للزبون ليه هات لي بقى، هات لي يا عم. على كوبايه الحاجه الساعه واللقمه اللي هاكلها، ما انا طالع معاك من الساعه 9 لحم بطني. يلا سلام. يابا هات فلوس. هو انت كل ما تشوفني تقول لي هات فلوس هات فلوس؟ مش ليا يابا. امال لمين؟ الله يبارك حبيبي فيك. الله يبارك لك، عقبالك. مش ليا يابا. امال لمين؟ الناس عايزه جعانه جوه، عايزين سمك، اروح اجيب لهم سمك وحاجه ساعه وافخم عليهم يابا. نعم يا اخويا، سمك؟ اه. الناس اللي جوه ديت واخده فلوس الاكل والشرب. امال ازاي بيطلبوا مني؟ عشانك ما بتفهمش. انا اعرف يابا، وانت قلت وانا اتفقت، كنت قاعد معاكم ساعه اتفاق. عم محمود هو زبون معفن ما جابش اكل وشرب، وخلاص بقى كلها نص ساعه ونروح ناكل في البيت. الزبون برضو اللي معفن. وبعدين معروف يا عم انور، لو الزبون ما جالش الواحد لقمه نفطر بيها ولا نتغدى بيها، الصنايعي منه لنفسه بيروح الدكان يروح يجيب حته جبنه، شويه لانشون، رغيفين عيش. خلاص قول لهم بعد كده هروح لابويا، انا هروح له. روح لهم يابا. بطلع اشتغل بالله عليك. السلام عليكم يا اسطوات. ساعة درجات. وعليكم السلام. امال ايه يا اسطى انور اللي ابني طالع بره يقوله لي ده؟ عاجبك جبت لنا الكلام؟ كلام ايه يا عمنا؟ خير يا عم علي، في ايه؟ امال ايه يا اسطى انور كده ابني طالع بره يقول لي الناس اللي جوه عايزين ياكلوا ويشربوا؟ وفي ايه يا عم علي؟ واحنا عشان طلبنا شويه ميه ولا شويه حاجه ساقعه ولا كوبايه شاي احنا كده غلطنا فيكم يا يعني؟ ابني خلاص بقى بلاش الكلام ده. ثواني بس يا عم انور، ما اتكلم معاه وعرفه